السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناة النخبة السعودي. نشر المنتخب السعودي فيديو عبر حسابه في موقع تويتر اليوم الاثنين يظهر التدريبات المكثفة استعدادا للمباراة المقبلة مع المكسيك يوم الأربعاء القادم. وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إن الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المكسيك في ختام دور مجموعات المونديال. وأوضح استأنف المنتخب الوطني برنامجه الإعداد في مقر إقامته في دولة قطر استعدادا لمواجهة منتخب المكسيك يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم فيفا 2022. وأضاف ميدانيا قسم المدير الفني إيرفين يارد لاعب الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا، عضو خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. وتابع فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أجرت على ملعب منتجع سيلين بتمارين لحمة ثم تمرين مربعات، بعدها أجرت تقسيما لمجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطار. ولكن المفاجأة أتت سريعا من المحلل الرياضي السعودي الشهير عبر تويتر هو الدكتور عيد العتيبي، وقال في تغريدة: لا زلت عند رأيي بأن الأرجنتين والسعودية هم المرشحين للصعود دور 16 ثقتنا بالله، ثم بصقور السعودية للظفر بمباراتهم القادمة أمام المكسيك. أما على الصعيد المتصل شارك اللاعب رياض الشراحيلي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي أجرت للاعب ظهير الأخضر محمد البريك عن وجود إصابة في عضلة الساق. حيث يواصل الأخضر استعدادات اليوم الاثنين بحصة تدريبية عند الساعة 6 مساء بتوقيت المحلي على ملعب منتجع سيلين، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة وفقا لبيان الاتحاد. حتى تلعب السعودية بوجه المنتخب المكسيكي في 30 من نوفمبر في استاد لوسيل. في حال فازت السعودية على المكسيك سوف تتأهل فورا إلى دور 16. أما في حال تعادلت السعودية من المكسيك وخسرت الأرجنتين بوجه بولندا تتأهل السعودية أيضا، ولكن بإذن الله تعالى الأمل بالله ثم بصقور السعودية للتأهل للدور القادم من كأس العالم.